بيوم من الأيام قرر الشامي إنه يخرج عن صمته ويحكي كل شيء قبل أن نبتدي الفيديو. بتمنى من الكل يا إخواني ينزل يحط اشتراك، أهم شيء اشتراك بالقناة، أهم شيء هاي أهم شيء، تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك على الفيديو. يلا خلينا نبلش بالفيديو وليتس جو. أوكي خلينا تزوج نشوف. بدنا فعاليات. لك يا أخي شو اسم الشامي بيوتي أنا. الفكرة يا إخوان إنه في حدا من المتابعين سأله لو تزوجت راح تبين مرتك؟ شوفوا يا إخوان، أنا ما بدي إنه شغلة إنه أنا أدافع عن الشامي أبصر شو، أنا لا بيهمني الشامي ولا بيهمني عيلة بيوتي ولا بيهمني كلياتهم، ولكن أنا حاب أحكي رأيي. قال كلمة بيوتي مش شرط عيلة بيوتي يا إخوان، ممكن قصده يعني إنه كلمة بيوتي، ترى كلمة بيوتي يعني بيت. لا ما حتتجوز وعمل لي فعاليات ارقص على تيك توك أنا ومرتي. هون يا إخوان رد هجم على تعاون التيك توك، اللي بيرقصوا على التيك توك هو ومرته. ما بنعرف مين قصده بصراحة، أنا بتابعش التيك توك فما بعرف مين قصده. أوكي وبعدين نطلق وإنه ارجعوا لبعض بوس ايديكم تعملوا لنا تصاميم وهيك اوكي هون يا اخوان اتوقع انتم فهمتوا مين قصده بهاي الكلمه، اتوقع فهمتوا اللي هو تطلق وترد تتزوج وتهاجم وقصص. اتوقع انتم فاهمين شو مين قصده، ولكن اللي ما فهم احسن لك تفهمش. أنا مرتي بغير محل إن شاء الله اوكي بس تجي يعني. إنه فينا نطلع على فيكم تعرفوها بس إنه لا الشامي، لا الشامي هيك انت، لا الشامي مش هيك، مش هيك. احنا دوبنا قاعدين نقول عنك انه انت زلمه وبتفهم وابصر شو حكي صحيح. لا خلك على كلمه اللي قبل، خلك على الكلمه اللي قبل انه انت مش راح تبين مرتك بالمره احسن. ما في أعمل لها غنية واطلع تسأل عليك على اللايف. اوكي فهمت قصده يا اخوان. هو قصده كيف انه انا راح ابين مرتي بس ما راح ابينها بالشيء اللي انتم قاعدين تقصدوه. واللي ما فهم يعني انه مثلا ما راح يصور معاها فعاليات وكابلز وهاي الحركات، لا ممكن انه يصور هو وياها، واتمنى انه ياخذ واحده محجبه ما بتكون مبينه، واتمنى انه ما يبينها. بالنسبه لي بتمنى انه ما يبينها. ولكن يا اخوان اذا بتلاحظوا اشي، جماعه اللي كانوا يربطوه مع لانا وابصر مين، هو شو قال؟ ما راح ابين مرتي، فهذا يعني انه هو ما راح ياخذ لانا. صح؟ اتوقع وصلتكم الفكره. هون تعليق كاتب اخيرا خزق عين لانا وفانزاتها. شوفوا انا بلاحظوا يا اخوان فانزات الشامي ما بدهم يربطوه مع اي حدا، يعني بدهم يربطوه مع حاله خلص. الشامي لازم يتجوز كل الفانزات. على فكره انتوا يلي طالعتوا اشاعه على البنت مع انه طلعت ونفت ارتباطها بالشامي وانه لسه بتحكوا انه هن على علاقه، حرام عليكم. البنت عم تمارس مهنتها، مو راد على الاشاعات. اتركوا البنت بحالها، اطلعوا من حياتها برا، حرام عليكم. فعلا يا اخوان بصراحه يعني هي نفت اصلا، هي ما قالت انه في ارتباط، ولو في ارتباط ترى يبين، يعني مبين. ترى مين فهم لما حكى الشام بيوتي ومين ما فهم لما حكى الشام بيوتي؟ الشامي يقصف نارين بيوتي، الشامي يقصف نارين بيوتي. يا اخي انا عندي مشكله مع هاي البنت، ليش هيك بتحكي؟ باقي أفراد العائلة والدراما صارت ودراما. شو اسم الشامي بيوتي أنا. لصة انه عبد الرزاق الشامي ظهر بلايف على تيك توك مشان يسلم على الحمام زعر حسب وصف عبودة. سألوا انه امتى يا عبود بدك تتزوج وتعملنا فعاليات، ليرد عبود ويقول له شو مفكرني الشامي بيوتي؟ يا أخي شو اسم الشامي بيوتي أنا. يا أزعر إذا أنا بدي أتزوج ما حدا رح يشوف ضفرة على السوشيال ميديا. ما حتشوف ضفرة لمرتين. الشامي يسخر من عائلة بيوتي. يا أخي ليش أخذت الموضوع بمسخرة؟ يعني هو حكيه منطقي، يعني ممكن ماشي حكاها بطريقة أوكي، بس بشكل عام حكيه صحيح، مش حكي غلط. تعليق قالها متقصد أو قالها مزح، بكلتا الحالتين معه حق، لأنه البيوتي زودوها كل ما يشبكوهم مع حدا يتزوجوا أو يخطبوا ويصيروا يتصوروا مع بعض مشان يصيروا ترند. ما إلي دخل أنا إيش، بس إنه حكيه صحيح، حكيه صحيح، ما إلي شبكوه ولا ما شبكوه، المهم إنه حكيه صحيح. أول مرة بحسه فهمان. أوكي هون رد الشامي، خلينا نشوف. رد الفنان الشامي على إشاعات خلافه مع البيوتي. فبعد ظهور الفنان الشامي في لايف حكى من خلاله إنه هو ما راح يفرجي مرته للجمهور إنه هو مش شامي بيوتي، ما كان بيقصد عائلة البيوتي، وإنما كان عقد على بنت كانت بتحكي على إنه الشامي علاقته كتير منيحة مع عائلة البيوتي، وأنه لما حكى الشامي بيوتي ما كان بيقصد عائلة البيوتي وإنما كان عم يحكي. أوكي يا إخوان، هون يا إخوان هاي في إثبات إنه الشامي ما كان يقصد عائلة البيوتي، هو بقصد اللي هو عائلة، يعني اللايف ستايل البيوتي. يعني كيف بدي أحكي لكم، اللي يعني بيصوروا حياة الدار أو بيصوروا زي هيك، هو يعني كان بيقصد هذا الإشي. ويس حاس حالي عملت شرح طويل،
شوف هذا الفيديو. أرسلت لنا محمد وعلقت إنه هي ملاك صعب الامتلاك، فشاف الجمهور إنه لانا ترد على لايف الفنان الشامي. تعرفوا يا اخوان والله العظيم انا اسمعوا احكي لكم شغله، هاي الشغله اول مره بحكي عنها. انا بصراحه عندي على السناب بتابعش حدا، بس امرات هيك بيطلع لي الناس اللي يعني زي لانا وزي هيك بيكون موجودين هيك بالمحتوى اللي رائج اتوقع بالسناب. الفيديو اللي صورته امبارح فتحت على الستوري بالغلط تمام، تبعت على 1% انه قصده عن الشامي، مع اني حاضر مشكله الشامي وعرفت عارف هاي. انا بالعاده بجهز للفيديوهات قبل بيوم او قبل بيومين، ولا خطرت ببالي 1%. انا مش فاهم كيف خطرت ببالها انه هو قصده عن الشامي. اوكي يا اخوان، وبهيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما بعرف الفيديو هذا كم راح يطلع مدته بصراحه، اتوقع يا رب يطلع 8 دقائق، لانه بصراحه هذا كثير بقصقص بالمونتاج والمعلوميه يعني، فما ندري. المهم بتمنى من الكل يا اخوان ينزل يحط اشتراك، اهم شيء تشتركوا في القناه وتحطوا لايك على الفيديو، واكتبوا تعليق اذا حب ايش الفيديو اللي حابين انا اصور عليه. اعطوني افكار يا اخوان بالتعليقات، انا بحاول انزل كل يوم فيديو تمام، فانتوا اعطوني افكار تحت بالتعليقات اشياء حابين انا احكي عنها. بس بشوفكم بفيديو جديد، سلام.